السيدات والسادة، استمع راديو أيامنا FM. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حكاية مع ريهام. معكم دائما في ريهام إيمان. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة العاشر من رمضان، تحتفل مصر اليوم بذكرى العاشر من رمضان. العاشر من رمضان لعام 1393 هجرية، 6 أكتوبر سنة 1973 ميلادية، هي الحرب التي انتصر فيها الجيش المصري على العدو الإسرائيلي واستطاع عبور قناة السويس، بحيث استطاع تحطيم أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر. وقام الجيش المصري في العاشر من رمضان الساعة 2 ظهرا بعبور خط قناة السويس، لتبدأ موجات من الجيش المصري تعبر تدريجيا، وذلك في منظومة عمل تم إعدادها بشكل متقن للغاية. فاجأت الجميع حينها، حيث أنه في تمام الساعة 2 ظهرا سنة 1973 نفذت أكثر من 200 طائرة حربية مصرية بقيادة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، التي سميت بالضربة الجوية الأولى على الأهداف الإسرائيلية بالضفة الشرقية لقناة السويس. وعبرت الطائرات على ارتفاعات منخفضة للغاية لتفادي الرادارات الإسرائيلية، واستهدفت الطائرات المطارات ومراكز القيادة ومحطات الرادار والإعاقة الإلكترونية وبطاريات الدفع الجوي وتجمعات الأفراد والمدرعات والدبابات والمدفعية والنقاط الحصينة في خط بارليف ومصافي البترول ومخازن الذخيرة. وبدأت المدفعية المصرية بعد عبور الطائرات ب5 دقائق بقصف التحصينات والأهداف الإسرائيلية والواقعة شرق القناة بشكل مكثف تحضيرا لعبور المشاة، فيما تسللت عناصر سلاح المهندسين والصاعقة إلى الشاطئ الشرقي للقناة لإغلاق الأنابيب النابالم التي تنقل السائل المشتعل إلى سطح القناة. وفي الساعة 2:30 تقريبا توقفت المدفعية ذات خط المرور العالي عن قصف لخط بارليف، ونقلت نيرانها إلى العمق حيث مواقع النسق الثاني. وقامت المدفعية ذات خط المرور المسطح بالضرب المباشر على مواقع خط بارليف لتأمين عبور المشاة من نيرانها. بعدها عبرت القناة 2000 ضابط و30,000 جندي من 5 فرق مشاة، واحتفظوا ب5 رؤوس كباري. واستمر سلاح المهندسين في فتح الثغرات إلى الساتر الترابي لإتمام مرور الدبابات والمركبات البرية، وذلك في تمام الساعة 6:30. وبهنا تنتهي حكايتنا، وعلى وعد بحكاية جديدة. كانت معكم ريهام إمام. كل سنة وانتم طيبين.